ما يمكنش الجزائر تنظم شي قمه ولا شي حدث وما ينوضش الصداع. الوفد ديال القناه الاولى، القناه الرسميه، القناه العموميه الاولى في المغرب، كيتمنع الوفد ديالها من الدخول للتراب الجزائري، وكيتم الحجز على الاجهزه، على الكاميرات وعلى الماتريال ديالو. صدق او لا تصدق، الوفد الاعلامي المغربي واللي سافر من المغرب لباريس ومن باريس الى الجزائر دوز اكثر من 16 ساعه في المطار من بعد اجراءات ومضايقات خطيره جدا. وهذا الشيء كامل جاء على لسان احد الصحفيين اللي كان ضمن هذا الوفد سميتو قيس. في الحقيقه ما كتجبر ما تقول، في الوقت اللي سميتها القمه العربيه، والقمه اللي غادي تحل المشاكل ديال العرب، القمه اللي غادي تجمع وتلم الشمل ديال الدول العربيه، فاحنا باقي ما تفكيناش حتى مع الصحفيين، مع السلطه الرابعه، باقيين كنمنعوا الوفود، باقيين عندنا الخوف من صحفي. واش عارفين ان البلاد اللي كتخاف من صحفي عرفها راه باقا في القرون الوسطى. شي البلاد اللي كتضايق الصحفي كيف بغات تكون هاد البلاد؟ عارفه باقا كتعيش في القرون الوسطى. راه الصحافه عندهم قانون دولي، الصحفي راه كيكون مقدس، الصحفي كينقل الخبر، الصحفي خصو يتعامل مع الناس بواحد الاحترام كبير. ولكن الجزائر اليوم اللي عندنا مع الوفود الصحفيه ديال المغرب، واش كتخافوا حتى لهاد الدرجه من المغرب؟ واش كتخافوا من صحفي مغربي؟ واش كتخافوا من صحفي غادي بكاميرا، ما غاديش بكلاشينكوف ولا غادي بشي كلاطه، غادي بكاميرا، غادي ينقل، غادي يغطي واحد الحدث اللي ماشي الجزائر، واحد الحدث عربي كيهم العرب كاملين، القمه العربيه، ما سميتهاش القمه الجزائريه، سميتها القمه العربيه. فرعتوا لنا الراس، قمه ديال الشمل، قمه ديال حلول المشاكل العرب وحلول المشاكل ديال الصحفيين. في الدوره اللي فاتت ديال العاب البحر الابيض المتوسط منعتوا صحفيين رياضيين بحجه الاعتمادات، حتى هادو عندهم الاعتمادات. وهذا راه القناه الاولى، القناه الرسميه ديال المغرب، والقصه هو فيها ان هذا الوفد الصحفي تعرض لمضايقات وتسنى قال لك اكثر من 16 ساعه في المطار، وتم الحجز على الماتريال والاجهزه ديالهم، وبقاو كيعملوا معهم شي اجراءات كانهم ارهابيين، كانهم يعني شي اشخاص ولا عصابات. فهذا الشيء يستفز صراحه الله، اقسم بالله العلي العظيم. هذه التصرفات الصبيانيه ديال النظام الجزائري مع المغاربه ومع الصحفيين المغاربه اقسم بالله لا تزاد عن حده. اقسم بالله الى هذا الشيء هذا اللي خصو الحل. ما يمكنش تبقى دائما هاد المغاربه يبقاو يقبلوا بهذه الاهانات داخل ديك الارض. واش اليوم كتمنعوا وفود صحفيين؟ قال لك اسيدي داوروا من الماتريال حتى يقلبوا ديك الماتريال ويكشفوا ديك الماتريال شنو فيه، وبمناسبه ما خلاوش يدخلوا كاملين، نقصوا تقريبا النص ديال ديك الوفد، والنص ديال ديك الوفد رجع بحالو للمغرب. يعني قالوا لهم غندخلوا منكم غير، يعني عملوا لهم الكوطه، يعني بحال اللي قالوا لهم غادي بحال كانوا 10 غادي ندخلوا منكم 5. واش كتخافوا من المغاربه حتى لهاد الدرجه؟ واش المغاربه خطر عليكم حتى لهاد الدرجه؟ وراه حنا ما عارفينش راسنا هكا. مع العلم ان كنقول لكم دائما المغاربه والله ما مسوقين الجزائر، والله ما كنحقدوا عليكم، والله لا نكن لكم حقدا ولا ما كان سبحان الله العظيم. الجزائر ما كيمثل لنا والو، كيمثل لنا واحد الشقيق، واحد الاخ، واحد ما عندنا معكم حتى شي مشكل. اليوم ملي كتخاف من صحافي هذا راه عندها معنى كبير. اقسم بالله الا تشود من القلب. راه انا قلت لكم الدوله اللي كيخلع الصحافي راه ماشي دوله، والله ما دوله. الدوله اللي كتخاف من القلم ومن الكاميرا الصحافي راه ماشي دوله. خصها تعيد النظر، خصها تعيد النظر في راسها وتعيد النظر في السياسات ديالها. راه عيب وعار تطرد صحفي من شي بلاد، راه ماشي جاسوس، راه ماشي مافيا. ولكن نتوما بهاد النظريه ديال المؤامره اللي مامنين بها ومكذبين على راسكم ومتيقنين بهاد المؤامره، واش صاحبي شنو عندكم؟ واش عندكم النواوي غادي نجيو نفضحوكم؟ شنو عندكم في ديك الجزائر؟ ما عندكم والو. كتخافوا من الوفود الصحفيه المغربيه علاش؟ واش كتخافوا دابا يكشفوا الحقيقه ديال الجزائر؟ والحقيقه الجزائر راه معروفه، راه كشفوها الجزائريين، كيقايلوا يخرجوا علينا في السوشيال ميديا كيكشفوا لنا الحقيقه ديال النظام والحقيقه ديالو. عاد دابا حنا عاد غادي نتسناو واحد الوفد مغربي اللي غادي يغطي واحد الحدث عربي باش يكشف لنا الحقيقه الجزائر ولا يورينا الاسرار الجزائر.
وراه يمكن انك تكتب في يوتيوب غير الجزائر يطلعوا لك الالاف ديال الجزائريين الاحرار اللي كيقولوا الحقيقه. وراه ما يمكنش تكشف الحقيقه، وما يمكنش تغطي الشمس بالغربال. هذه فضيحه، راه ما يمكنش يتسامح مع هذا، ما كيتسامحش مع حتى التاريخ. صحفيين مغاربه كيتمنعوا من الدخول للارض الجزائريه، عمرها ما وقعت في العلاقات المغربيه الجزائريه، عمرها. اكبر وحدين بومديان وبوتفليقه اللي كانت الصراع كيوصل معرفين، عمرهم ما كيعملوا التصرفات الصبيانيه. واش ما كتيقوش راسكم حتى للدرجه كتخافوا من الصحفي بالكاميرا ديالو وبالقلم؟ زعما صراحه الله، هاد القمه راه قبل ما تبدا، كنقول لكم قبل ما تبدا راه كاين مؤشرات خطيره. الفشل واضح. انا بالنسبه لي فاشله. مادام ان واحد البلد كتمنع واحد الوفد صحفي من تغطيه واحد القمه اللي عربيه كنسطروا عليها بخط احمر، قمه عربيه ماشي قمه جزائريه، تمنع وفد مغربي بحجه انه ما عندوش الاعتمادات ولا انهم ما عندهمش الاجراءات اللازمه، فكنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. في نظركم علاش النظام الجزائري كيضايق على الوفود الصحفيه المغربيه؟ علاش؟ واش كيخافوا انهم يخرجوا شي حاجه عندهم تما، ولا مجرد استفزازات لا اقل ولا اكثر؟ الله يعمل شي ساوي الخير. هذه حسره قمه ديال لم الشمل. عيد تذكروا معايا دائما الجزائر ستنظم القمه العربيه للملمه الشمل العربي. للاسف الشديد. تهلاو في راسكم.